طيب ازاي خلفيتك الثقافية بتتأثر بالأفلام دي؟ الناس اللي بتشوف أفلام فنية مش دايما عندهم نفس الفهم، في ناس هتدور على المعنى التقليدي وهتستغرب ليه مفيش قصة واضحة، لكن لو عندك خلفية عن الفلسفة الوجودية أو بتفهم أكتر في التطور الفكري البشري هتقدر تشوف الرمزية في كل لقطة. أفلام الرمزية النفسية زي فيلم مظهر مش بس بتعبر عن الرمزيات الدينية، وكمان بتعبر عن الخوف من المجهول والقلق من التدمير الذاتي والصراع بين الإبداع والتدمير. لما تبدأ تشوفها من المنظور النفسي هتبدأ تشوف المشاهد بطريقة مختلفة. أما لو فكرت في الأفلام التجريبية أو الوجودية هتلاقي إن خلفيتك الثقافية بتفرق جدا. الأفلام المبهمة دي بتعتبر نوع من أنواع الفن التعبيري النقدي، أما في ثقافات تانية ممكن تتعامل معاها لكنها كلام فاضي أصلا. طيب خليني أقولك على حاجة، الجوائز اللي في عالم السينما مش دايما بتروح للأفلام اللي فيها قصص سهلة أو حكايات بسيطة أو أفلام كل الناس بتفهمها من أول لحظة. السينما الفنية أو الأفلام اللي بنسميها أرت هاوس في الأغلب بتخطف الجوائز من المهرجانات زي مهرجان كان وبرلين وأوسكار ومهرجان القاهرة الدولي. لو جيت تشوف الأفلام اللي بتكسب جوائز في المهرجانات دي هتلاقي إنها مش أفلام تقليدية ومش أفلام خفيفة زي الأفلام التجارية، دي بتبقى أفلام معقدة جدا بس في نفس الوقت أفلام فنية جدا.